السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بص الجو عامل ازاي يا جماعة؟ السما النهاردة كأنها كانت مغسولة، لونها أزرق يفتح النفس، والشمس طالعة بتضحك، كأن الجو بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين. ده هو بقى شم النسيم اللي ما يعرفوش، الحقيقي اللي بيغسل الروح. انا فضلت واقفة بصور لكم الجو ده كتير عشان تحسوا بالهدوء والنظافة دي. ايوه كده، ركزوا في النظافة دي كويس عشان بعد شوية هتشوفوا عجب. عايزه اسالكم سؤال، مين فيكم اول ما بيصحى في شم النسيم لازم يفتح الشبابيك كلها ويشم الهوا؟ الجو النهارده ريحته ربيع وبصل كده بوم بقى. هنخش بقى حالا في ريحه الزفاره. بصوا بقى، دي الرنجه الهاديه، شايفين الفسيخ؟ قنبله مقتوله. انا بقف قدامهم وقفه احترام وترقب. حلاوه. اعترفوا بقى، مين فيكم وهو بينظف الفسيخ بيعمل خطه هروب من البيت عشان الريحه؟ بجد كميه، شايفين الفسيخ بجد؟ زبده زبده تحفه. اسفه على المنظر وهو بيتنضف، بس بجد وانتي بتاكليه كده انتي مش حاسه باي حاجه، انتي مبسوطه بس استمتاع. بجد اقسم بالله زبده، وهو بيتقطع زبده، انتوا بصوا بتاكلي كده بيتشال كده كانه، معلش على لفظ مرهم كده يعني، تحفه تحفه. ولا الليمون بقى وهو بيتعصر، فظيع. احلى اكله فسيخ دقتها في حياتي. تسلم ايد اللي عملها والله. معلش على بشاعه المنظر، والله العظيم احنا اسفين، بس الاكله بجد كانت في قلبي. الملو والشطه بقى، السردين كان خرافه. السردين كده كان فيه شطه كده وانتي بتاكلي فيه حمو كده. وانا بعشق اي حاجه فيها شطه يعني. انا بالنسبه لي بص، شايفين حزمه البصل دي هي انتهت يعني. بصي بقى، ريحه ولا اروع منها يعني. المنظر كان خرافه والطعم كان احلى. الفسيخ كله كان حلو قوي. ده كان فيه كمان بس احنا كنا عاينينه، قلنا نخلص ده الاول، بس احنا خلصنا كله، احنا قتلناه يعني. كل الفسيخ ده يعني يعتبر ما عادش موجود اصلا. بجد 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 كان تحفه قوي. انا شفت جوعت تاني يعني. انا لسه واكله وبشوف الفيديو بقى على كوبايه الشاي وحلاوتها، تنزل جوه معدتي كده تقول لي الفسيخ والرنجه اف عليكم بجد. الشاي بعد اكله شم النسيم ده مش اختيار والله. مفيش راحه في شم النسيم والله. عشان نحلي بقى لازم الفطير المشلتت البيتي اللي على اصوله. بصوا العجينه، شايفين واحنا بنعمل الفطير يا ولاد؟ بجد تحفه تحفه يعني، فظيع. عجبني قوي الصراحه. والدقيق كده، وقعدنا نفرده بقى وحاجة تحفة يعني. بصوا يا جماعة، السر كله في اللمسة. العجينة دي ما فيهاش اختراعات، هي دقيق ورشة ملح ورشة سكر ومية دافية. بس الأهم من ده كله هي عضلات الكيسة الكل. لازم تخدمي العجينة صح وتلتتيها كده لحد ما تبقى في ايديكي زي الملبن. شايفين طريقة العجن يعني؟ احنا عجلنا كتير يعني، هي كده حتة ضنانة بس. بيذمكوا في احلى من ملمس العجينة في الايد؟ تحسوا كده ان الطاقة السلبية كلها بتطلع في العجنة دي، ولا انا الوحيدة اللي بيتهيألي؟ هنا بقى اللحظة الحاسمة. هتيجي حالا بقى مرحلة الفرد والترويق والتوريق بقى. السر في الفطير انه لازم يشم ريحة السمنة البلدي في كل طبقة. لازم تبقى فيه كده حتة سمنة بلدي، وغرقيه بقى. انا بفضل لحد ما يبقى شفاف خالص يعني، احنا بنفرده كده لحد ما يبقى شفاف خالص. بس احنا بقى بنعمله بالسمنة يعني، احنا بنعمله بالسمنة والقشطة والزبدة وكده وبنفرده. في ناس بتعمله بالدقيق، الصراحة بيبقى حلو برضو، بس احنا هنا بقى بنعمله بالسمنة الفلاحي بقى والزبدة والدقيق وكده. انتوا بقى بتستخدموا السمنه البلدي الصافي كده، ولا بتحبوا تخففوها شويه بحبه زيت عشان يقرمش؟ صراحه لا، انا ما بحبش اخففه بحبه زيت، لا، ما بحبه يبقى طري كده. انا عن نفسي السمنه البلدي هي اللي بتدي الطعم اللي بيجيب لاخر الشارع بجد. يعني على الريحه اللي بتطلع من الفرن بقى والفطير بيتعمل. اول ما بتشم ريحه الفطير وهي طالعه كده تعرفي ان الفطير نجح. لو ما شمتيش ريحه تعرفي ان الفطير ولا نجح ولا نيله. وبتحطي بقى حته قشطه من على الوش، دي لوحدها كفيله تنسيكي تعب اليوم كله. الريحه بقى والكلام ده، وتنسيكي حتى انك اكلتي فسيخ من ساعتين. يعني بصوا المنظر، شفتوا احنا بنرققه ازاي؟ يعني احنا بنحاول نرققه يعني اكتر حاجه يعني. احنا كنا بنقطعه من كتر ما احنا بنحاول نرققه. حلاوه الفطير وهو بيتعمل، طعمته بجد تحفه تحفه، مفيش في حلاوته بجد. شفتوا بقى الفطير بقى؟ هو بقى بصوا على الجمال واللون الذهبي
اللي يفتح النفس. سامعين صوت القرمشه؟ سلامة يا حبايب قلبي، وان شاء الله استناكم في فيديو جديد. باي باي.